انت بتشتغل في اهم منظومه في اي شركه. منظومه ايه؟ البيع. اللي بتجيب ايه؟ بتجيب فلوس. فانت راجل برنس في نفسك، تخش الصبح كده في دماغك ايه؟ اوعى تتكبر. مش بنقول الكبر وبنقول انك انت تبقى حاسس بنفسك، بس لازم فعلا تبقى حاسس بالوظيفه بتاعتك وتاثيرها على الشركه. كل حاجه تقريبا في حياتنا مرتبطه بالبيع. المولود لما بيعيط بيبقى عايز ايه؟ عايز حاجه، صح؟ فمن عياطه انت بتفهم الحاجه اللي هو عايزها. طبعا دي بالخبره، ما بتجيش مع اول حد، ان كل واحد بيقعد يبص له كده وانت مش فاهم. كلمني، قول لي انت عايز ايه انا اعمله لك. فهو بيعبر عن طلبه بايه؟ بيبيع لك فكره. طب انت استجبت، هو نجح. تخيل بقى انه طفل عنده 3 4 ايام نجح في اقناع باباه ومامته انه يعمل اللي هو عايزه. البياعين بما انهم بيكسبوا فلوس كويسه نتيجه ان هم بياخدوا نسبه من البيعه، طبعا حسب الشركه اللي بيشتغلوا فيها، ولكن في العموم هو بيدخل فلوس شخصيه محترمه للرجال المبيعات. طبعا الناس هتبقى قاعده يقول لك لا، يعني مش كله صح، الاجماع غلط، ولكن القاعده العريضه من الرجال المبيعات ان هم بيكسبوا كويس.